ازاي اكتب سي في لو انا عايزه اخده واسافر بيه بره، اشتغل بره مصر؟ خلينا اولا نتفق ان السي في ده يونيفرسال دوكيمنت، وهو معمول عشان يظهر مهارات الانسان للشركات، او الشركه تعرف ازاي بوجودي معاهم هم يقدروا يستفيدوا في ان هم يحققوا اهدافهم، او من الاخر يعني يجيبوا فلوس اكتر. فالمضمون في كتابه السي في هو سواء لجوه مصر او بره مصر، ولكن يختلف بقى في بعض الحاجات، سواء في الفورمات او في بعض المعلومات اللي يجب ذكرها بره عشان الظروف القانونيه. يعني الحاجات اللي ازودها لو انا هطلع بيها بره، الجنسيه بتاعتي، هل انا معايا رخصه دوليه ولا لا، الفيزا اللي معايا هل هي سياحه ولا انا معايا اقامه ولا انا معايا ايه بالظبط، ولو انا متزوجه وهيضطروا ان هم يعملوا لي حاجه لاسرتي برضو المفروض ان انا اذكر. طبعا برضو اجمالي عدد الصفحات يونيفرسالي المفروض ان هو من صفحتين ل3، اوكي، ولكن طبعا مش لازم نحبكها قوي ان هو يعني بدل ما بقوا 3 بقوا 4 حصل حاجه يعني، لا، هو طول ما ال3 صفحات او ال4 صفحات دول مكتوب فيهم كلام معقول، يعني كلام كويس يوضح انا ممكن افيدهم بايه، اتس فاين. ولكن لو 3 صفحات ما لهمش معنى هو ده اللي مش حلو. طبعا حاليا عشان نعمل سي في اللي بره يجب علينا ان احنا نراعي جدا ان احنا نعرف نعدل الابليكنت تراكنج سيستم.